تعريف الدائرة الكهربائية هي مسار مغلق تمر فيها الكهرباء. مكونات الدائرة الكهربائية: مصباح، حامل المصباح، بطارية، حامل البطارية، سلك. كيف تعمل الدائرة الكهربائية؟ تأتي الطاقة من البطارية إلى السلك وتذهب إلى المصباح ويشتعل المصباح. والآن سأريكم كيف أفعلها في هذا. كيف اشتعل المصباح. والآن حان وقت الأسئلة. السؤال الأول: هل سيعمل